عشاق الشوكولاتة واللي بيحبوا الشوكولاتة دايما بتبقى الكيكات دي مطلب جماهيري، بناكلها في الكافيهات وبنحس انها صعبة ومكوناتها كتيرة، او ممكن ما نقدرش نعملها في البيت. هنعملها النهاردة بكل سهولة وبساطة، مكونات كلها موجودة ان شاء الله عندنا، بصوص لذيذ جدا. مش هنستعمل شوكولاتة ولا هنستعمل دهون كتير ولا اي حاجة. كمان تابعوا معايا لاخر الفيديو، لو في حاجة مش موجودة هقول لكم على كل البدائل المتاحة، بس ان شاء الله كل حاجة هتلاقوها متاحة عندكم. بسرعة كده هنعمل صوص هنبدأ بيه. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه، هكتب لكم المقادير، هنحط فيه كوباية من اللبن الباودر، وكوباية من الكاكاو، وكوباية من السكر البودرة، ونص كوباية من الحليب، وفانيليا، وذرة ملح. تمام، هنضرب كل ده. انا مش هضيف زيت، انا مش بحب نكهة الزيت في صوص الشوكولاتة. صوص طعمه جميل رائع، قوامه بيبقى تخين، هتشوفوا قوامه دلوقتي. ومش هنضيف له زيت، عبارة عن لبن بودر وكاكاو وسكر وحليب وفانيليا وبس كده. لو مفيش لبن بودر هنضطر نحط زيت. تمام، هنستبدل ده بده. شايفين القوام بيبقى عامل ازاي؟ هنحطه بقى في التلاجة يبرد ويتقل على ما نخلص الكيك بتاعنا. يبقى احنا كده عملنا اول حاجة صوص الشوكولاتة اللي احنا هنغطي بيه، وما استخدمناش شوكولاتة وما استخدمناش زيت. تمام، هنعمل بقى يلا الكيك بتاعنا. الكيك ده كله على بعضه مش هياخد وقت تحضير 5 دقايق. اللي عنده خلاط واللي ما عندوش خلاط هيقدر يعمله. شايفين القوام عامل ازاي بتاع الصوص؟ وطعمه حقيقي رائع. اهم حاجة ما تنسوش رشة الملح في الصوص ده. تمام، وفي نفس الخلاط هنحط كوباية من الحليب، عليها نقطتين من الخل عشان بس تديني مفعول اللبن الرايب او الزبادي. الكيك ده سهل ولطيف جدا. ويعني لو في حاجة من المكونات مش عندنا ممكن نستغنى عنها. يعني حتى احنا هنستخدم فيه بيضتين بس، ممكن لو شلنا البيض هيبقى القوام بتاعه شبه البراونيز او الفادج او الحاجات دي، لكن بالبيض هيبقى قوامه عامل زي الكيك. احنا النهاردة هنعمله بالبيض وهنستخدم بيضتين بس. حطيت بيضتين، حطيت كوباية من الحليب عليها نقطتين خل. كان عندي كيكاية كده من الهوز حطيتها بالمرة، مش موجودة مش ضروري خالص، مش هتفرق، بس هي كانت عندي. هنضرب كل ده بقى، وهحط كمان نص كوباية من الزيت. يبقى قوام الكيك نفسه هحط فيه زيت، هحط حليب وبيض وزيت. وطبعا السكر كوبايتين سكر، السكر مش كتير لان احنا هيبقى دي كيكة شوكولاتة وهنحط فيها كاكاو خام. طبعا المقادير دايما انا بكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. تابعوا بس الفيديو وركزوا في الوصفة للآخر عشان هتعجبكم جدا ان شاء الله. نيجي بقى لخليط الكيك. معانا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، معايا معلقة شاي من البيكنج باودر والبيكنج صودا او اللي هي الكربوناتو، معايا نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى. يعني توتال المواد الجافة حوالي 3 كوبايات. تمام، يبقى معايا كوبايتين ونص دقيق ونص كوباية كاكاو خام. هحطهم لازم لازم، حتى لو انا متأكدة من الدقيق ومن الكاكاو لازم انخل عشان تاخدوا كيك هش وقوامه سفنجي كده زي ما شفتوه في الاول. لازم ندخل الدقيق. هنخل كل حاجة مع بعض، الدقيق والكاكاو مع البيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح. تمام، حقيقي الكيك ده طعمه حلو جدا، مكوناته كلها عندنا على بساطته، هتتفاجئوا قد ايه طعمه وشكله يجنن. خلصنا الخليط الجاف ده بتاعنا. لازم نقلب كويس عشان انا نخلت كل حاجة، عشان البيكنج باودر والبيكنج صودا يتوزعوا كويس في المكونات الجافة. كمان هنا كان في كوبايتين من السكر. هو تكنيك الكيك ده مختلف شوية. انا هحط السكر ما حطيتوش مع المواد السائلة، انا حطيته هنا مع الدقيق. وممكن على فكرة تحطوه برضو مع المواد السائلة، ما فيش مشكلة. كيك سهل، خطأ ما فيش حاجة قبل حاجة. يعني انا خدت هنا دلوقتي المكونات السائلة اللي انا عملتها للكيك وحطيتها على خليط الدقيق والسكر. هقلب كويس دلوقتي بمضرب يدوي، وهنزل بكوباية الا ربع من المية المغلية. ايوه، مية مغلية. والتكنيك ده انا عاملاه معاكم من يمكن اكتر من سنتين.
هتديكوا كيكة في منتهى الجمال. كمان انا عايزة اقول لكم ان انا حاطة نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، بتعزز الطعم جدا وبتليق قوي مع الشوكولاتة، بتدي نكهة حلوة قوي ومش هتأثر خالص في اي حاجة. تمام، لو ما بتحبوهاش خلاص استغنوا عنها. زي ما قلت لكم الكيك ده بيتعمل كله على بعضه، مفيش حاجة قبل حاجة، كله سهل جدا. شايفين القوام يجنن، وهي نية هتحسوا بريحتها، ريحة شوكولاتة في شوكولاتة من قبل ما تستوي. هنجيب بقى صينية هندهنها كويس بالزبدة، وهحط ده القوام بتاعي بيبقى وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. بتقعد تقريبا حوالي من ساعة الا ربع ل50 دقيقة على فرن متسخن قبل كده طبعا. بتاخد بالظبط 45 دقيقة ل50 دقيقة بالظبط، درجة حرارة 180. هعمل بس كده حركات بالسكينة عشان لما تنتفخ بايه، يعني يبقى في قبة كده في النص، ما تبقاش من ناحية ومن ناحية. هندخلها بقى الفرن ونشوف بعد كده هنعمل ايه. شفتوا سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. خلصنا الصوص الاول حطيناه في التلاجة، عملنا الكيك، وده الكيك بتاعنا بعد ما طلع. شفتوا عالي ازاي، ويعني هش جدا جدا وطري طري طري زي الاسفنج. ما استخدمناش فيه اكتر من بيضتين بالظبط. وزي ما قلت لكم لو عايزين تشيلوا البيض هتبقى شبه الفادج والبراونيز والحاجات دي. انا بعمل هنا فتحات بالسكينة، هي لسه سخنة او بدأت تهدى، كانت دافية شوية. هعمل فتحات بالسكينة، وهنحط بقى دلوقتي هنسقيها بكوباية من الحليب، وحطيت عليها معلقة من النوتيلا لان هي كانت موجودة عندي. مش موجودة خالص استغنوا عنها، مفيش اي مشكلة. حطوا بدلها معلقة كاكاو اللي هو المحلى، او مفيش يبقى كوباية حليب وخلاص على كده. هي كانت اصلا عندي فحطيتها. يبقى طلعنا الكيك هدي شوية بقى دافي، بعد ما عملت فيه فتحات سقيته باللبن. هسيبه شوية يعني 10 دقايق ربع ساعة كده، او ممكن في التلاجة. هتلاقوا الكيك لان هو عامل زي الاسفنج، هنلاقيه كله شايفين شرب الحليب كله. وادي الصوص القمر بتاعنا طلع من التلاجة ساقع، وشايفين قوامه عامل ازاي. هصبه كده، وبكده نبقى خلصنا احلى كيكة شوكولاتة ممكن تاكلوها. سهلة بسيطة اقتصادية، ما خدتش اي وقت. انا زينتها بقطع صغيرة. كان عندي كام واحدة توست كده، قطعتها حتت صغيرة وزينتها بطريقة عشوائية زي ما انتوا شايفين، مع خطوط من الكراميل. وخلاص على كده، ونحطها في التلاجة، ما نقطعهاش قبل ساعتين. كل ما قعدت وكل ما بتبات بتبقى احلى واحلى. طبعا عايزين تاكلوها دافية، ممكن نعملها كمان في طواجن فويل او طواجن صغيرة على قد الفرد. حقيقي طعمها حلو، طعمها جميل. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. زي ما قلت لكم الصوص شايفين بقى عالية ازاي، ولا احسن قطعة كيك بتاكلوها في كافيه. جربوها، مستنيه رايكم، هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم لو ما فيش لبن باودر للصوص في الحاله دي هنضطر نستخدم زيت، بس نستخدم زيت ما يكونش فيه نكهه مش حلوه، يكون نكهته كويسه، وهيدينا برضو نفس القوام ونفس النتيجه. جربوا الكيكه دي هتعجبكم جدا. مستنيه رايكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. دي قناتي لومي عاشور، وانا اسمي لمي. جربوا الكيك القمر ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مستنيه رايكم. هتعجبكم جدا جدا.